مفيش حاجة في الدنيا بتقبر قلب الست غير الحنية. لما تيجوا تتفرجوا على مسلسلات رمضان تلاقوا الدور اللي عاملاه مي عز الدين لست عايشة مع راجل قاسي قوي، بيمد ايده عليها وبيعملها معاملة وحشة قوي، مع انه معيشها في حالة مادية رائع، مخليها مش محتاجة حاجة وشايلها هي واهلها. مع ذلك هي قرفانة منه، مش قادرة تعيش معاه. مجرد ما لقت شوية حنية من شخص تاني اللي هو عامل دوره آسر ياسين، هي كانت ممكن تتجوزه وتعيش معاه، مع ان هي ما شافتهوش غير مرة واحدة في حياتها وتقريبا ساعة. في مسلسل اسمه اخواتي بتاع نيلي كريم وروبي، روبي قاعدة طول المسلسل تتكلم على شخص دميم ووحش ودمه تقيل، وقاعدين الاربع اخوات بيتكلموا على شخص بشكل وحش جدا جدا، لدرجة ان انت تكون مقفول ان انت تشوفه اصلا، اللي هو عامل دوره الاستاذ محمد ممدوح. وفعلا لما تشوفه تلاقيه فعلا بياكل بطريقه وحشه كده، على هطه شويه، بيستغل الموقف عشان يتجوز روبي عشان محتاجين له في خدمه، فتقفل منه خالص. وبرغم من كل ده، وان هي اتجوزته غصب عنها، وان هي مش طايقاه، وانه مجرد ما بتدخل بيته بتلاقيه حنين وقاعد يقول لها اللي انت عايزاه، قادره تعملي اكل اعملي، مش قادره ما تعمليش، بتسلم له قلبها. عشان الحنيه هي مفتاح القلوب، مفتاح قلب الست، مش دي مفتاح قلب الست ده. خليك حنين معاه، بس مش لازم تروح تجيب لها اغلى هديه في الدنيا. يكفي ان انت حنين، يكفي ان انت تيجي تطبطب عليها لما تكون محتاجاك، يكفي انك تفهمها لما تكون عايزاك تفهمها. احنا معقدين شويه، احتمال عندنا هرموناتنا بتطفح علينا وبنبقى متعصبين، وارد، بس تفهم هي بتزعل من ايه، بتفرح من ايه، بتتضايق من ايه، امتى محتاجاك تطبطب، وامتى محتاجه تزعق وانت تسكت، وامتى محتاجاه ان هي تعيط. كون حنين تكسب قلب الست، بس كده.